جملة لطيفة جدا، التصالح مع الذات. بس يعني ايه تصالح مع الذات، وازاي نقدر نوصل للمرحلة العظيمة دي بتاعة التصالح؟ ان انا ابقى مركزة مع نفسي، مش بطريقة ان انا محور الكون وكل اللي حواليا ده مش مهم، ولكن التصالح ان انا ابقى بجد واصلة ومرتبطة بنفسي الحقيقية. يعني الى حد كبير جدا يبقى اللي جوايا زي اللي برايا. اول علامة تدل على انه الانسان ده او الانسانه دي متصالحه مع نفسها انها تبقى متقبله نفسها ومتقبله حتى العيوب، شايفاها بمنطق المراجعه وبمنطق انها واعيه لايه العيوب اللي عندها. ده في علاقتها بنفسها. ايه العلامة التانية بتاعت انه الانسان ده يبقى متصالح مع نفسه؟ عادة هتلاقي الناس المتصالحة مع نفسها هي اقرب الى حالة السلام. طب ايه العلامات بتاعت حالة السلام دي؟ انه الانسان ما بيبقاش مركز قوي في عيوب الاخرين. ده معناه ان هو مش شايف او في حالة انكار مع عيوب الاخرين، لا، الأعظم والأهم إنه يبقى شايف العيوب بتاعة الآخرين، ولكن يبقى عنده صوت ما داخلي اللي بدل ما يشاور على العيوب بطريقة الانتقاد، بطريقة اللوم، بطريقة الزعل والغضب من عيوب الآخرين، يبقى قادر يلاقي صوت تاني بيعمل نوع من أنواع التفسير لمصدر العيوب دي، بمعنى إنه بيشوف عيوب الآخر وبيبدأ يفسر ما وراء العيب، لكن التفسير غير التبرير. الشخص المتصالح مع ذاته بيبقى قليل الأحكام على الآخرين، بمعنى إنه مش كل حاجة في الدنيا بيعمل لها ليبل، اللي هو لا ده شخص كذا، ده شخص كذا، ده شخص كذا. فكرة الأحكام السريعة وإن احنا ننصب نفسنا يعني قضاة على الآخرين، ده معناه إنه احنا مش مرتاحين من جوانا قوي. بيبقى الاسهل بالنسبه لنا ان احنا نصدر الحكم برانا. المتصالح مع نفسه بيبقى قليل الاحكام، وعلى فكره دي حاجه مش سهله، وحاجه بتفرق تماما في صحه العلاقات وفي جوده العلاقات وفي سلام العلاقات. يا ريت نتمرن كلنا على اننا نأجل شويه الاحكام، وكل ما اجلنا الاحكام كل ما كنا متصالحين مع نفسنا اكتر.